لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى. كل شيء هالك إلا وجهك، أنت الواحد لا شريك لك والأحد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، كتبت الآجال ونسخت الآثار، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا الله يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا ورازقنا. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك يا الله أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قراباتنا وأرحامنا ومن أحبنا فيك،
ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وسلم المعتمرين والزائرين في برك وبحرك وجوك أجمعين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وولاة أمرها وأمنها ورخاءها واستقرارها ووحدتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد قبلة المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجزه خيرا على ما دعا إلى جمع كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم وإلى ما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم. اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده لكل خير. اللهم كن لهم على الحق معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم وفق قادة المسلمين، اللهم اكتب لاجتماعهم التوفيق والنجاح والخير والفلاح والصلاح يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بك اللهم وبعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلادنا والمسلمين بسوء. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت. اللهم من أرادنا بسوء فأدر عليه دائرة السوء وخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك من خير هذه الليلة، من خيرها وفتحها ونصرها وبركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم كن لرجال أمننا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وتقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم ومكن لهم بالنصر والظفر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله كريم السجايا شريف الخصال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.